اليوم البحرين وصلت لمنتخب ما بعد الصياد يعني. الكويت والبحرين هم المنتخبين اللي الجيل الجديد قاعد تشوفه في الملعب. هل أصاب الاتحاد في تعيين ديمتروس مدرب الخليج كمدرب للمنتخب أو لا؟ صار اليوم الدوري هو إعداد اللعيبة المحترفين كأنما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحب فيكم في حلقة جديدة من توك شو فينيكس. غبنا عنكم فترة مو بسيطة طبعا لانشغال الدوري السعودي أو توقف الدوري السعودي ومشاركة المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية التي أقيمت في الكويت. طبعا هذه الحلقة راح نخصصها للحديث عن البطولة الآسيوية، عن المنتخب السعودي ومشاركته في البطولة وعدم تأهله لكأس العالم. البطولة التي اختتمت مؤخرا في الكويت هي البطولة رقم 22، البطولة الآسيوية الثانية والعشرين، وحقق المنتخب البحريني الفوز في البطولة. للحديث عن هذا الموضوع بيشاركني أعضاء الفينيكس، إبراهيم خيري وسيد أهلا. علي الهاشم. هلا والله. مساكم الله بالخير. حياك. حياك. وطولنا شوي على المتابعين وانشغال بالبطولة وحضورنا للبطولة أيضا كفينيكس ومتابعتنا لمجرياتها. أول شيء نبارك للمنتخب البحريني إبراهيم. فعلا. المنتخب البحريني نبارك له هذه البطولة اللي جابوها بشكل أنفس، خلينا أقول يعني 5 نهائيات لعبوها، كانت ضد قطر 4 وأيضا ضد اليابان، ولكن هالمرة وضد قطر قدروا يجيبوها، فألف مبروك عليهم، ويعني يستاهلوا بالفعل. سيد علي الهاشم. منتخب بحرين ما شاء الله منتخب متمكن ومنتخب محاربين. نتكلم عن 5 محاولات وهذه السادسة. 4 منها كانوا ضد قطر، واحدة ضد كوريا الجنوبية والآن ضد قطر، فيعتبر صراحة منجز تاريخي، وتستحق البحرين بعد هذه السلسلة من الكفاح انها تحقق البطولة يعني. صحيح، خصوصا بعض اللاعبين اللي يعتبر نهاية مسيرة صحيح لهم. فعلا. ممكن حسين صحيح. الصياد، ممكن محمد عبد عبد الحسين. الحسين. يعني أن يتوجوا نهاية مسيرتهم الدولية على الأقل بالفوز بالبطولة الآسيوية. نعم. إبراهيم، لو تحدثنا فنيا عن البحرين، نقاط قوة البحرين اللي خلتها تجيب البطولة. اولا وجود قائد في الملعب وهو حسين الصياد بخبرته، وايضا كونه انه صار ضارب في الملعب، بحكم ان البحرين يعني لو انت تتكلم عنهم يمكن ما في ضارب صريح، ولكن الصياد كان هو اللاعب المؤثر والمغير في المباراة. فعلا. حسين الصياد اليوم كون محمد عبد الحسين ورجوعه لمستوياته التاريخية في البطولة هذه. قدر البحرين يواصل في البطولة ويحقق البطولة. هم محمد حبيب له المنتخب بشكل عام. منتخب متجانس. خلقوا منتخب جديد بالتجديد اللي صار ودخول الأسماء الشابة. يعني الآن البحرين خلينا نقول ما ينخاف عليه الفترة الجاية. نعم. سؤال، البحرين تملك جيل آخر غير يعني الجيل فعلا الحالي لو اعتزلوا اليوم بعض اليوم اللاعبين. البحرين وصلت لمنتخب ما بعد الصياد يعني. فعلا. جميل. وهو المنتخب جاهز الآن، فقط تدعيمات بسيطة وخفيفة. منتخب بحرين قادر يواصل مسيرة حافلة على مستوى آسيا أو حتى على مستوى كأس العالم الجاي. كيف شفت البطولة من ناحية فنية؟ صراحة بطولة كبيرة فنيا. شاهدنا صراع كبير من المنتخبات، شاهدنا تطور، شاهدنا منتخبات قامت تدخل وتنافس ضمن الكبار. شاهدنا منتخبات مثل اليابان وكوريا نزل مستواها، وشفنا المنتخبات العربية كيف صار كعبها عالي في البطولة. شاهدنا اليوم تطور كرتنا الخليجية. وهم كذلك فنيا تقدر تقول انه ممكن لأول مرة بطولة آسيا، مو لأول مرة بس، لكن يعني من زمان ما شفنا بطولة آسيا قاعدة 6 فرق تتنافس. صحيح. 6 فرق، عندك كوريا واليابان وكل دول الخليج اللي هي السعودية، الرئيسية اللي هي البحرين، قطر والكويت. بالضبط. نعم. فهذه خلت لنا البطولة جميلة جدا، تنافسية فيها يعني لآخر لحظة ما تدري إنه منو بيتأهل، خصوصا حتى آخر شيء الدور الرئيسي يوم صار البحرين مع قطر والسعودية في المجموعة كلهم نفس النقاط. صحيح صح. وفارق الأهداف هو اللي حسم بالضبط. التأهل للنهائي. أيضا بتكلم أنا من ناحية تنظيمية وناحية إعلامية. البطولة بحقيقة كانت بطولة جدا ممتازة. الحضور الجماهيري خصوصا المنتخب الكويتي صراحة أضفى على البطولة طابع جميل. يعني كانت مباريات المنتخب الكويتي أغلبها تقريبا فل ناحية الحضور الجماهيري. أيضا المنتخب السعودي كان له حضور ومشاركة جيدة من الناحية الجماهيرية. أيضا الناحية الإعلامية نتكلم من خلال إحنا وجودنا وتغطيتنا هناك. صراحة كان تعاون كبير جدا صحيح. في اللجنة الإعلامية، تنظيم ولا أروع.
حقيقة يشكروا عليه الأشقاء في الكويت. إبراهيم بسألك عن تأثير مدرب السويدي روبرت مدرب البحرين. تأثيره كان واضح على المنتخب البحريني، خصوصا في غضون يعني فترة وجيزة هو اللي مسك فيها المنتخب، قدر انه يجيب فيها بطولة التضامن الإسلامي، وحقق الآن بطولة آسيا اللي صار لها فترة يعني زي ما تقول. كانت البحرين تنافس تحاول فيها 16 سنة الآن نتكلم مم. من مع 2010. ومع ذلك ممكن السيد يدخل في الموضوع هذا، ان ارون هو اللي كان او بنى هذا الجيل اللي موجود الحالي. سيد آرون هو مدرب الكويت الحالي اللي كان يدرب البحرين سابقا، يمكن دربهم ما يقارب سنتين أو أكثر. دربهم حوالي 4 سنوات أو 5 4 سنوات. سنوات. أرون مدرب كبير، حقق مع البحرين الشيء الكثير، بس ما حالف الحظ إنه يجيب البطولة الآسيوية. حتى مشاركته مع البحرين في كأس العالم كانت مشاركة إيجابية، حقق فيها بعض النتائج الطيبة، من ضمنها مباراة كانت ضد الدنمارك اللي نتذكرها يعني. الآن مسك منتخب الكويت وفترة بسيطة رمم المنتخب وحقق المطلوب، جاب برونزية آسيا وتأهل لكأس العالم. هم كذلك جاب إذا ما خاب ظني برونزية التضامن الإسلامي بعد. نعم. على طار المنتخب الكويت، إبراهيم كيف شفت أداء منتخب الكويت في البطولة بحكم أنه هو المنظم؟ الكويت هل تملك يعني جيل، خصوصا في بعض اللاعبين الآن على وشك الاعتزال مثلا أو كبار في العمر، هل تملك جيل آخر؟ الكويت والبحرين هم المنتخبين اللي الجيل الجديد قاعد تشوفه في الملعب. نعم. عندك حمود العدواني، ايضا حتى سيف العدواني يعتبر من الجيل اللي بيمسك المنتخب، وايضا مثلا فواز المشاري الجناح، وما الاخر من اللاعبين. فانت حيدر دشتي. بالضبط، فالكويت جاهز الى المستقبل، البحرين جاهز للمستقبل، بس اذا نجي نتكلم عن المنتخب السعودي هل هو جاهز؟ هذا سؤال مهم ناخذه في المحورنا الثاني بعد ما ناخذ فاصل ونرجع لكم. رحب فيكم من جديد. نستكمل الحديث عن البطولة الآسيوية ومشاركة المنتخب السعودي. إبراهيم وسيد علي الهاشم، المنتخب السعودي لم يتأهل لكأس العالم للأسف. الأسباب. خلينا نقول احنا في فترة وجيزة. الآن مسك المدرب ديمتروس المنتخب، قاعد يحاول يرمم، يجهز المنتخب للفترة القادمة. ظروف صعبة، الفترة بسيطة اللي مسك فيها المنتخب، نتكلم عن شهرين، ما راح يغير الكثير. بس خلينا نتكلم المشكلة الأكبر، معدل العمري اللي عندنا عالي ومرتفع. فالأهم الحين بناء جيل جديد. بالنسبة لعدم التأهل لكأس العالم، أنا في الفترة هذه صعب إنك تحاسب أي شخص، خصوصا أن اتحادنا الحالي تو لسه سنة واحدة مسك الاتحاد. فمن الصعب إنه ينسف العمل السابق كامل ويرجع يبني من جديد. ولكن إذا بنتكلم عن هذا الاتحاد الحالي، نتكلم عن سنة 28 اللي هي كأس آسيا الجاي، هو فعلا المحك الحقيقي للعمل نعم. اللي حصل خلال السنوات هذه. ومن خلاله بنشوف هل فعلا منتخبنا قادر انه يتأهل لكأس العالم وينافس على آسيا، ولا مجرد عمل عادي جدا يعني. نعم. إبراهيم، هل أصاب الاتحاد في تعيين ديمتروس مدرب الخليج كمدرب للمنتخب؟ انا اقدر اقول انه اصاب، وفعلا يعني انه قدر يمسك المنتخب بشكل متماسك. مم. ما علينا من نتكلم عن المنتخب، ممكن فعلا انه ما وصل الى كاس العالم، ومو هو هذا الشيء الرئيسي احنا كثر ما احنا نبغى نبني فريق حاليا. صحيح. لكن بالاخير ان هنالك مسببات وهنالك مؤثرات على عدم تاهلنا. مسببات وذكرها السيد واشياء كثيره تدخل فيها، ولكن المؤثرات هي وجود او عدم وجود لاعبين بدلاء في المركز نفسه يعني. فعلا. يمكن في بعض المراكز ما في أساسيين إبراهيم، مثل الضارب. المنتخب السعودي ما يملك ضارب. ولا يملك باك اشول. نعم. يعني في التشكيلة الأساسية احنا عندنا ما مشكلة، يمتلك. فما بالك بالاحتياط. اي يعني ذكروا يعني المحللين السعودي قاعد تعتمد على 4 لاعبين اساسيين لهم، مهاب وصادق ومجتبى ومحمد عباس. 4 لاعبين قاعد تعتمد عليهم في البطوله كامله، غير عن باقي الفرق اللي تعتمد على 7 لاعبين وفوق. صحيح. هذه المؤثر الرئيسي انك انت ما تقدر انك تنافس وانك تاخذ مراكز متقدمه في البطوله. ايضا غياب وجود خامات مثل السابق، خامات مثلا اللي تقارع الانديه او المنتخبات الاسيويه، ولو رحنا كاس العالم نفس هذه الخامات ايضا بنواجه مشكله اللاعبين الحاليين كاجسام، ايضا حتى مهارات، باستثناء بعض اللاعبين اللي ذكرتوهم الاربع لاعبين. بقيه اللاعبين يعني من الصعب ننافسوا منتخبات عالميه حتى لو تاهلنا كاس العالم.
فلعل عدم التأهل يمكن يكون جرس انذار انه نشتغل بشكل افضل لاخراج خامات افضل ايضا هو للمنتخب. الآن فعلا احنا محتاجين مزيج، خلينا نقول، من الأعمار الصغيرة من مواليد 2004 اللي توهم الآن صعدوا الفريق الأول، مواليد 2003 و2 و2001. نحتاج ندخل بهذه الفئات العمرية، خلينا نقول ستيب باي ستيب، مم. على شكل تدريجي، بحيث فعلا نشوف هذه الأسماء في المنتخب الأول. اليوم احنا المنتخب الأول ما يمتلك إلا مواليد 2004 لاعبين ونفس المركز اللي هم حسن تريكي وحسين فريج. يعني نحتاج ندخل هذا الجيل شوي شوي يلعب في الفريق الاول، لانه هو فعلا هو مستقبل الكره السعوديه. يعني احنا دولتنا، او خلينا نقول منتخبنا، معتمد على هذه اللاعبين، ما عندنا حلول ثانيه يعني. وفي ملحوظة أن لو تشوف الأعمار الموجودة عندنا فهي بتشوف في جاب بالنص مو موجود لعيبتهم. يعني اما لعيبه كبار او صغار. يعني الكبار اللي ممكن أن مسيرتهم الرياضية قربت تنتهي في المنتخب أكثر من اللي صار، نعم. أو كنسبة وتناسب تعتبر عالية يعني. فكيف أن هذا المنتخب راح يكون متواجد في البطولات الجاية وممكن أنه يتغير بشكل كبير. انا بالنسبه لي احد النقاط المهمه، وهي فرصه يعني ان احنا نشارك في البطولات اللي خلينا نسميها وديه، مثل البطولات العربيه، البطولات الخليجيه، البطولات المجمعه اللي تحصل بين المنتخبات على مستوى اوروبا او على مستوى الخليج او الشرق الاوسط بشكل عام. نشارك فيها ونستغلها في صقل منتخب جديد وتكوين، خلينا نقول، قاعده للاستحقاقات الاسيويه واستحقاقات كاس العالم وما شابه يعني. نعم. اليوم لو بعد تكلمنا عن الدوري السعودي، هل الدوري السعودي اليوم لا زال يخرج لاعبين او لا صار اليوم الدوري هو اعداد اللاعبين المحترفين كانما؟ هو ثنتين يعني صراحة. هو أكيد وجود محترفين في الدوري، وخصوصا المحترفين اللي قاعدين يجوا كلهم ضاربين. فكيف أنك أنت تتوقع يطلع لك ضارب سعودي؟ أنت المحترفين كلهم ضاربين أساسا يعني. نعم. وزاد على ذلك ذكروا أيضا المحللين أن المدرب قاعد يعني يطالب المدرب بإنجاز، فيجيبوا له محترفين يقول لن نطالبك بإنجاز، فمستحيل انه يقعد يبني لك من الصفر ضارب ويطلع لك كذا. خلاص بيجيب لك اللي يخلص لك المباراة، يجيب لك ضارب محترف يجيب لك المباراة والسلام عليكم. وهذا يأثر يعني علينا. هو فعلا أحد العوامل المؤثرة، ولكن هم كذلك احنا محتاجين زي ما تكلمنا نستغل هذه البطولات الودية في إعطاء فرصة فعلا لهذه اللاعبين أنهم يشاركوا ويقدموا اللي عليهم، يعني عشان نقدر نكون، خلينا نقول، تركيبة ممكن ننافس فيها على مستوى آسيا. إذا اللاعب هذا ما بيشارك إلا في معسكر لمدة شهر واحد، وأطالب منه ينافس ناس لمدة عام كامل متواصل قاعدين يلعبوا ويشاركوا أساسيين وعلى مستوى عالي، صعب إني أنا بنجز يعني. طبعا ما نختلف ان وجود محترف في هذا المركز في الدوري انه ينمي الجيل الجديد، بحيث انه يشوف على ارض الواقع التكنيكات ويشوف يعني مثال، يعني زي ما تقول لاعب قدوه وياه في الملعب. زي احمد القصي ذكر احد القصص ان اللاعبين المحترفين اللي جو نادي النور كان يكون اقرب اليهم، بحيث انه يصدر منه او يعني يقدر إنه يستفيد منه. يغذي نفسه تكنيكيا وبصريا في اللي هو الشيء الاحترافي. فلذلك ما اقدر انا اقول ان وجود المحترفين هنا قاعد ياثر عليهم بشكل سلبي، بس لكن لازم نشوف حل. خلال متابعة البطولة ابراهيم سيد علي الهاشم، خلينا نقول افضل حارس في البطولة من وجهة نظركم؟ بالنسبه لي حسن صفر. حسن صوت. حسن صفر في اجماع عليه. افضل جناح؟ بالنسبه لي فواز مشاري. وبالنسبة الكويت. لي سلمان الشويخ. طبعا في المددي ايضا مال قطر، وفعلا المددي أحدهم بعد. في كان- المددي وفي صالح الموسوي ايضا. يعني قدموا مستوى جميل في وفي حتى البطولة. جناح لمنتخب قطر بعد. جميل. زين، لو قلنا افضل صانع لعب؟ الصياد وهل يخفى القمر. حيدر دشتي بعد. نعم، اثنينهم. جميل. بنروح لفقرة أخيرة، نبغى نقيم لاعبين المنتخب السعودي المشاركين في البطولة. A B C، نبغى نقيمهم. على يعني ال A اللي هو مثلا قدم بطولة ممتازة، B بطولة أو مستوى متوسط في البطولة، و C مستوى ضعيف. حلو. لو بدينا بحسن التريك الحارس. اعطيه بي. أنا بعد بي. B، إنه بطولة متوسطة. أنا بعد B. نروح لتريكي مثلا. بالنسبه لي في هذه البطوله اللي استغربت انه اخذ سي صراحه بالنسبه لي.
يعني انا بالنسبه لي هم كذلك بعد سي. سي. انا بعد اياكم سي. نروح للحليلي في الجهه اليسرى. انا حليلي اعطيه بي. بي. إبراهيم إبراهيم. شوفه زين يعني، ما كان دفاعيا بعد جيد. دفاعيا فانا بالنسبه لي صراحه سي. سي. انا بي. اثاره كان. زين. هني في لاعب عندنا وهو غاب البطوله، عبد الله حماد، ولا شك انه له تاثير للاسف. اثر أثر كثير على- المنظومه الدفاعيه. صحيح. زين نروح لمجتبى. اي بي سي. مشتبه بي. ايه. سيد علي الهاشم. بي. بي. انا اعطيه بي ايضا. نروح الى جهاد. سي. 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 ايضا سي معاكم. صادق المحسن. بي. ابراهيم ابراهيم. بدا ايه بس نزل قاعد ال- يدرج للسي صراحه. الى سي. يعني انا اعطيه بي. زين نروح لمهاب. هم كذلك مهاب بي. يعني بي. بي. اوكي بي. عندنا مهدي سالم. هذه سي. بحكم انه اثاره صاير في الدفاع فقط فدفاعيا كان ايه. ايه ممتاز يعني. نعم. انا اعطيه بي. محمد العباس. محمد عباس ايه. ايه ايه. يعني هو بطولة جدا ممتازة قدمها محمد عباس، فنعطيه ايه ايضا. اخر شيء سيد علي ابراهيم. سيد علي صراحه عندك تقييم. انا اشوفه بي. ابراهيم. يعني بين البي والاي صراحه. أنا بالنسبه لي ترى هو افضل دائره في يعني صح. مؤثر في الملعب سيد علي. يمكن الكثير ما يشوف دوره، بس اللي يشاهد المباراة عن قرب يشوف الصراع مع المدافعين فعلاً. يبين الفارق كبير يعني. بالفعل نعطيه بي، لان المنتخب خلينا نقول ما كان يعني في المستوى في كل البطولة. يعني هذه كانت فقرة لتقييم لاعبين المنتخب، ان شاء الله تكون يعني نعتمدها في المناسبات الله. الجاية في الدوري بعد. في ختام الحلقة ابراهيم في كلمة أخيرة. كلمة أخيرة. أنا دائما أؤمن بالعمل اللي قاعد يصير في سواء هذا الاتحاد ولا الاتحاد اللي قبله، وان المدرب اللي يمسك، انا متكلم يعني مدرب ديمتروس قعدنا اياه احنا اكثر من مره، فاذا فعلا بيمسكوه فهو راح يوصل المنتخب للنتيجه. نحتاج نعطيه وقت، نحتاج ان نؤمن بالطريقه اللي هو قاعد. سواء هو او غيره، يعني نحتاج مدرب يستمر بشكل دائم مع المنتخب، بالضبط. يعني ما يكون مدرب نادي او مؤقت. سيد علي الهاشم في كلمة أخيرة. فعلا نتمنى التوفيق لمنتخبنا في المنافسات القادمه. إن شاء الله. شكرا إبراهيم، شكرا سيد علي الهاشم، شكرا لمتابعينا على مشاهدتهم هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات قادمة من توك شو فينيكس. في أمان الله.